السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت اليوم نبدا لكم الفيديو بالدبشة اللي غرستها معكم. راهي ناضت والله يا بنات روعة، ريحتها من نحكي لكم رائعة جدا. بعد نبداو الفيديو تاعنا اليوم. راهي نيمان تبربي الدنيا ما خليت والو. المهم جاتني العين، غسلت القش غسلته في الماشينه، ومن بعد قلت نشلل بيدي ونعصر بيدي ونروح ننشرو. راهي الشمس جو رائع جدا تاع ميناج تاع خدمه تاع غسيل. شللت القش تاعي المره الاولى، نحيتو هذيك الرغوه وزدت عاودت له المره الثانيه شللت عليه. شوفوا يا البنات العين الله يبارك تخدمي فيها تمسحك بعد ولا كتعود العين تمسحي تخدمي. انايا كما على بالكم ولاد صغار منا لازم نبدا بالقش هو الاول باش نطلعوه ننشرو. هكذا يزرب يشيح لي. الولاد يحتاجوا القش بزاف. المهم انا شليت التشليله الاولى كامل عصرته وعاودت التشليله الثانيه حتى الماء عاد ما فيهش الرغوه، ومن بعد طلعته وشربته. هذا هو القش تاعي راني نشرته كامل كما راكم تشوفوا. غسلت كلش، غسلت القش، غسلت هذاك الكوات اللي غسلتها معكم مره اللي فاتت، غسلت هذاك الحنبل ولا بوش اللي يقول لك كيف يقولوا نبغي نقعد فوق والفوق كي نقعد في لاطيراس نبغي نفرشو ونقعد فوق. غسلت هذيك الزوره رقيقه، غسلت برنوس الحمام المناشف. المهم ما خليت حتى حاجه. نشرت قشي خليته في لاطيراس في الشميسه وهبط ندير معكم ميناج للكوزينه، مع انه درتو على جالكم مانيش ماركه كبير ما نكذبش عليكم. بديت بالفايونس هو اللي راني نغسل فيه. راكم تشوفوا البنات الفايونس راهي يبان لكم تحل بين حبه والحبه. ملي ما راهش تحل راهي السيمه هذيك البيضاء تنجرت له. وراكم على بالكم انا قلت لكم راني كاريه، وراكم على بالكم الدار كي تعود الذكرى ربي يهدينا وهذا ما كان. المهم انا غسلت الفايونس كامل حكيت والله ومن بعد شللته بالماء وعاودت مشيت عليه المنشفه هذه كامل. انا مبغيتش ندير لكم فيديو طويل، راني ندير لكم غير هكا في مقتطفات صغار فقط هكذا باش ما تملوش. المهم هنايا راح نشلل الفايونس تاعي كيما قلت لكم نشلو كامل، نعاود نفوت عليه بهذيك المنشفه تاعي اللي نخدم بها في المطبخ. فوتها على الفايونس تاعي كامل، ومن بعد نغسل الماعن والبانيوات الامور. المهم غسلت كلش ما خليت حتى حاجه. هنايا الحاجه الاولى اللي درتها هذيك اللي فيها المغارف. غسلت المغارف اللي فيها غسلتها هي. وهنايا جبت البانيو اللي نحط فيه الماعن. يعني والله يا البنات هذا البانيو انا شريته جديد ما نكذبش عليكم. كي كنت في داري قبل ما نرحل ونكري ما نستعملش هذا البانيوات بيسك كان عندي يعني المساحه في البوطاجي تاعي ما نحتاجوش. ما نحبهمش يعني صراحه يهزوا التراب والغبار منا ما نبغيهمش. نبغي نحط هكذاك برك. ودوكا كحلت ما لقيتش وين نحط الصحونه تاوعي خفوا يكسروا لي. وليت شريت واحد. راني نغسل معاكم في الماعن تاعي كانوا في هذاك البانيو، ومن بعد نرجع نغسلوه هو. نغسل الصحونه هذو. المهم غسلت كلش ما خليت والو. ما نكذبش
نكذبش عليكم انايا كلش غير الماعني عزاز عليا بزاف، ما نحبش نفسد ماعني ولا بيسك انسان بزيت باغي يشري حاجه، ما نكذبوش على بعضنا، وكلش راه غلا، اللي عنده حاجه غير يحافظ عليها. هاد الطاجين شريته جديد، هذا واش شريت انا الشهر رمضان الكريم. هيا البنات كل واحد يكتب لي في كومونتير واش شريتو واش وجدتو واش حضرتو، راكم راقدين خلاص مانيش نشوف لي كومونتير. المهم حبيباتي هنايا راح نزيد نغسل هذاك البانيو تاعي مليح. مليح نضربوا له تشكيله. هيا دوكا نشلو البانيو تاعنا ونروح نزيدو نشلو هذوك الطماع نتاعو سخونه كيسان المرات اللي كانوا فيه، نزيدو نشلوهم باش نحطوهم ينشفو، ومن بعد نرجعو نبدلوهم في البانيو تاعهم. هنايا انايا راني شريت الطماع نتاعي وحطيتهم ينشفوا، ورحت راح نبدا نمسح معاكم البيترا هنايا البنات. انايا درت غير شويه تاع الجربال شويه تاع الايزيس في الخزم تاعي، وحطيتها كيما هكا. لا تروحوا ديروه في الخزم الماء وتخسر الكمبيوتر تاعكم تفزت ومن بعد توليو تدعيو عليا. لا ما ديريش الماء، شويه ايزيس شويه جافيل وضربي لها مسحه. المهم امسحيها كامل ما تخليش حتى بلاصه. انا مسحتها من الداخل من برا من تحت، ما خليتش حتى بلاصه كامل مسحتها. المهم بعد ما درت لها هذيك الرغوه عاودت مسحت فوتت عليها بالمنشفه تاع هذيك اللي نمسح بها في المطبخ تاعي، يعني كان عندنا نستعملوا منشفه في المطبخ تاعنا. فوتت عليها المره الاولى، زدت رحت شللتها وزدت عاودت لها المره الثانيه حتى تنحت لها هذيك الرغوه كامل، بقات هكذا تبريي. نزيدو نعاودو لها المره الثانيه. وهذه هي البيترا تاعنا رانا مسحناها، راكم تشوفوا كيف خرجت. الله لا نروح نزيدو نمسحوا الفور بنفس الطريقه، ما درت والو، شويه تاع الجافيل شويه تاع الايزيس في الخزم وحكيت الفور تاعي من البرا من الداخل. المهم حكيته الله ما حكيتش غير وين يشوف احمد، لازم نحك وين يشوف احمد وين يشوف محمد. لازم تخدمي حاجه تخدميها على كارها. انا ما نكذبش عليكم، انا نحب نخدم حاجه نخدمها قد ولا نخليها. يعني اصلا خياتي رانا بالسيد باه نشري حاجه، يعني تشري حاجه حافظين يعني. انا قلت لكم حوايج اللي راني نخدم نيتواييهم هكذا. راكم تشوفوا شي كامل غلا تحافظي على حوايجك، يعني ما يفسدوش معاك غير من تخدمي نيتوايي حوايجك وتحطيهم. انا ما باليش شنو هذيك اللي لصقت لي فمي راح ندير لها هذيك، لازمت لها هكا فكره باش نحطها. انا اللي حكيتها مبغاش حكيت وما خليتش حتى بلاصه فيه وما حكيتها، حكيته كامل من الداخل من البرا في الجوانب الكارو كامل زدت هذاك الشباك تاعو السنيوات. المهم غسلته كامل. انا مبغاش نطول عليكم الفيديو فقط، راكم تشوفوا كيفاه خرج، يعني النتيجه راهي رائعه. مسحه خفيفه وشتو كيفاه خرج. المهم هنايا انا الثلاجه تاعي قلت لكم راهي نظيفه كيما راكم تشوفوا فيها، راح نضرب لها مسحه غير من البرا وصافي. راني مسحت الثلاجه تاعي من برا راكم تشوفوا. ودوكا نروحو نسيقو الكوزينه تاعنا ولا المطبخ تاعنا. بالباليه الايزيس والجرافيل روايح باش نقول لكم يا البنات
راه هي غير الريحه الشابه هذه تاع الجافيل واللذيذ. هي فوت لها بالباليه وزدت عاود لها بالفروطوار كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. من بعد نزيد نفوت لها النشافه والله يا البنات غير كي تنظفيوها كيما هكا وتنظفوها تقولوا صاي ما عادش ندخلوا لها ونطيبوا فيها، نخليها تبقى كيما هكا وحنا نتفرجوا فيها وصاي. مي والله غير لازم تدخلي لازم ديري الفوضى. هذا هو المطبخ تاعي انا بعد ما كنت نيتواييتو. راكم تشوفوا الفور البنات ضيق عليا في البوطاجي، نقولش عليكم ما نبغيش هكا يكون لي الموفمون في البوطاجي، نبغي البلاصه اللي نخدم فيها تبقى لي فارغه، ما نبغيش يكونوا قدامي الحوايج هكا عباكم كي من نعود نخدم يطير لهم الزيت، يطير لهم فرينه، يطير لهم. اما لا نحب هكا البلاصه اللي نخدم فيها تكون فارغه. الفور حطيته فوق الثلاجه ولا فوق الفريجيدار كما راكم تشوفوا. هاد اللومون اللي قلت لكم شريته جديد، نورمالمون شريته 70,000. لاشوار تاعي ثاني غسلتها كيما غسلت البيتخا والفور. البرا تاعي راهي مساويه البيتخا، البانيو اللي غسلته معاكم، المغارف. المهم هذه هي الكوزينه تاعي راني نتوايتها كيما راكم تشوفوا. هذه الطابله ثاني غسلتها، غسلت الكراسه نتاعها. وهذا هو مطبخي المتواضع، راني شاركت معاكم بالتفصيل الممل. يعني راني اخواتي انسانه عاديه كيفي كيفكم، ما نطير في السماء ما نمشي فوق الماء، عايشه ببساطه والحمد لله. هذا هو روتيني لنهار اليوم، حبيت نشاركه معكم. هذا هو فيديونا لنهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتم بالفرجه. ونخليكم حبيباتي ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا ودمتم في رعايه الله وحفظه.